يا أهلا وسهلا فيكم، أنا سماح. كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ طمنوني عنكم. وخلاص صرنا آخر يوم رمضان، إن شاء الله يا رب كده نكون من المتقبل منا أعمالنا برمضان يا رب. اليوم صحينا وبما إنه زوجي إجازة والولاد إجازة، بعدين نقول بدنا نخترع اليوم، بدنا نخترع، ما بدنا أكل عادي، بدنا نحتفل من اليوم. فزوجي قال إيش رأيكم نعمل مندي دجاج. فطبعا أنا ما كان عندي لحوم، فقلنا يلا نروح نجيب دجاج ونعمل المندي. طبعا احنا عندنا فرن او شواية كده قديمة كانت، فكده حولناها بحيث انه احنا نغطيها كويس وتصير زي كأنها مندي، قصدي زي كأنها برميل اللي بتطبخ فيه المندي. المهم بتشوفوا بالفيديو. فأول حاجة رحنا السوبر ماركت وقلنا نشوف إيش فيه أشياء ممكن نجيبها. طبعا أولادي قالوا بدنا نروح نجيب حلويات وأشياء نتسلى فيها. فزي ما انتم شايفين هنا أنا بدي أروح أجيب خضار، كان تذكرت إنه في كيس خضار لازم أشتريه. شفت هذه الفكرة اللي هم عاملينها للناس عشان يسهلوا عليهم الطبخ، بيعملوا علبة وبحطوا فيها مكونات الطبخة، 2 كوسة، واحدة طماطم، واحدة بصل، عشان على طول يشتروها ويطبخوا الطبخة على طول. أفكار للطبخ السريع. طبعا شوفوا كيف الحلويات، شوفوا يعني الواحد كان لسه صايم والواحد نفسه يشتري كل الحلويات. وهنا قسم الأندومي، طبعا الأولاد بدهم يشتروا كل الأندومي. بس أنا رحت يعني لقطت لي حاجة لإلي، وحطيتها على جنب وقلت بشتري. المهم خلصنا من مرحلة السوبر ماركت هذا ورحنا للسوبر ماركت التركي عشان نجيب الدجاج والفحم. شوفوا هذه اللي هي لقطتها لإلي، جبت لي هذه. المهم رحنا هنا السوبر ماركت، رحنا جبنا الدجاج والفحم وخلصنا مرحلة التسوق وروحت البيت، وعلى السريع على السريع بديت أطبخ. طبعا زوجي قال لي بده إياها محشية بالبصل وإحنا بدنا إياها محشية بالخضار، فعملت واحدة محشية بالبصل وواحدة محشية بالخضار. المهم قطعت الكمية هذه من البصل عشان أحشيها على دجاجة واحدة يعني. طبعا حطيت عليها فلفل أسود وملح، وخليتها يعني تدبل شوية، تدبل يعني نص سوا وعشان أحطها في الدجاجة وبعدين تستوي براحتها جوا برميل المندي. هنا هلأ هبدأ أعمل التتبيلة اللي أنا هتبلها للدجاج. طبعا أنا بحط توم وبصل، طماطم، بقدونس، كزبرة، فلفل. حطيت الشطة هذه كان لسه دوب جيبها ابني اشتراها، زيت زيتون، فلفل أسود، ملح، بهارات، بابريكا، فلفل أحمر، بهارات مندي، أي بهارات، قرنفل، الملح اللي هتذكر واحكيه يعني مش متذكرة. المهم أي بهارات أنا بحطها، بس أنا بحط خلطة الخضار هذه كلها وبخلطها وبتبل فيه الدجاج. طبعا بحط كمان معلقتين صلصة، أنا تذكرتها بعدين، بحط معلقتين صلصة وبعدين بخلطها كويس وبعدين بتبل فيها الدجاج. وهيني جبت الدجاج كمان أنا حطيت بالخلطة توم مطحون، بصل مطحون، وزنجبيل كمان، هدول مهمين. المهم هملح الدجاجتين، احنا هنعمل دجاجتين هملحهم بهذا الشكل بالفلفل الأسود والملح، وبعدين أبدأ أخلط أتبل الدجاج من كل الجهات، من جوا ومن برا، من عند الصدر، من بين الفخاد. شوفوا كيف في هنا جلدة بين الفخدة بفتحها وبحط جوا، بحشي من كل مكان. بفتح الصدر من يعني بشيل جلدة الصدر، بقطعها شوية. شوفوا هنا تذكرت إن أنا ما حطيت صلصة فرحت حطيت بعدين، بس أنا قلت لكم من أول حطوا صلصة. فشوفوا كيف بفتح جلدة الصدر وبحط بحشيها جوا. المهم من كل مكان بحشي هذه الخلطة. هو المفروض إني أنا أعملها قبل بيوم وأسيبها بالثلاجة يوم كامل وبعدين نعملها، بس إحنا اليوم استعجلنا. بس هي طبعا فرق بالطعم، فرق، لازم تعملوها قبل بيوم، تتبلوها قبل بيوم وتاني يوم تعملوا تحطوا الدجاج بالمندي أو تطبخوه يعني. المهم شايفين كيف من كل مكان حطيت وغرقت يعني. شوفوا هنا كنت مشرحة الصدر كده بالنص، وهلأ بحشي جوا التشريحة تبعتي، شايفين كيف بحشي جواها عشان كمان يدخل النكهة جوا الصدر. وهلأ طبعا هبدأ أخرم الدجاجة أو أخزقها عشان طبعا تنطبخ كويس. خرمتها
وهنا طبعًا أنا عشاني مش متأكدة، عشان أنا مش متبلها من قبل بيوم، فقاعدة باتبّل عشان مش متأكدة من تتبيلتها. وهنا حطيت كمان فلفل أحمر، خليتها بتحرق خالص يعني عشان تصير حمرا. وهلأ كده جهّزتها للحشي. طبعًا أنا لسه ما عملت، أنا هاعمل دجاجة فيها البصل ودجاجة فيها خضار. هلأ هابدأ أعمل الخضار اللي أنا هاحطه أو هاحشيه جوا الدجاجة. هيني هنا كده خلصت البصل حطيته على جنب، وهاعمل في نفس المقلاية فضيتها، وهلأ هاعمل بنفس المقلاية الخضار. هاحط الزيت، وكيس الخضار اللي أنا جبته هو مو الكيس اللي أنا متعودة عليه، جبته من مكان تاني، يعني هذا بصل وجزر، بس أنا في كيس بيكون خضار أكتر من كده، يعني بيكون فيه فاصوليا وجزر وزهرة وفي أكتر من كده. المهم هنا هلأ هبدأ أحط التوابل نفس اللي أنا حطيتها بالدجاجة. وهنا حطيت البازيلا وقلبتها وبعدين ما صورتها، فهنا أنا حطيت بازيلا، ضفت عليها بازيلا، وهضيف عليها كمان بطاطا. هنا هلأ هيني ضفت البطاطا وهقلبها وهخليها تستوي شوية، يعني ربع سوا، وبعدين تكمل سواها جوا الدجاجة بفرن المندي. فهتبلها كويس وأظبط ملحها وأظبط بهاراتها. طبعا برضو البهارات هحط زنجبيل، هحط بابريكا، هحط فلفل أحمر، هحط بودرة توم وفلفل، هحط بهارات مندي. طبعا هحط توم، لازم أحطهم، بس أنا هنا ما بينت، نسيت، اللي هو بقطع توم صغير صغير، يعني 4 5 فصوص توم، وبحطها وبقلبها معاهم، وبقلبها وربع سوا وبقطف عليها، وبعدين بحشيها جوا الدجاجة. هنا خطّيت عليها شوية، وبعدين بابدأ شوفوا كيف كل شوية أبهّر والله العظيم بس عشاني ما بهّرتها قبل بيوم، فحاسة إنه أنا لازم أبيّن التتبيلة فيها والتبهيرة فيها. فهابدأ أحشيها هلأ. أول دجاجة هاحشيها بالبصل، حشيت الدجاجة بالبصل بهذا الشكل من كل النواحي، من جوا ومن الجوانب. وبعدين هاخيطها بخيط، مش هاخيطها يعني هامسك الرجلين في بعض وألفّهم بخيط، بحيث إنه هي تضلها ماسكة عندي. وهلأ هابدأ أتبّل الدجاجة التانية أو أحشي الدجاجة التانية بحشوة الخضار برضه من كل الجوانب، من جوا ومن برّا ومن بين الفخاد، يعني عبّيتها. والحشوة اللي هتبقى عندي هاحطها بكيس حراري، وهاسكّر عليها وأحطها معاهم جوا الفرن بهذا الشكل. قاعدة باحشي باضغّطها حشي عشان كلّه جوا الدجاجة. شايفين؟ وبرضه كده ربطتها. مين بيحب الدجاج المندي؟ والله أنا كنت أحبه كتير، بس طبعًا طعم الفرن اللي بالأرض مختلف جدًا، لإنه إحنا الفرن الأرضي اللي كان عندنا بغزة كنا بنحط جواه خشب، وبنحط المندي يستوي على الخشب مش على الفحم. بس هذا اللي عندنا اختراع، يعني إحنا حاولنا إنه إحنا نولّع فحم ونخلّي المندي يستوي على الفحم، فمختلف تمامًا يعني الطعم. هنا زي ما قُلت لكم الخضار الباقية حاططها في كيس حراري كلّها، وبعدين هاحطها مع المندي. هيني هنا ربطت الكيس بهذا الشكل. وهلأ طبعًا زوجي بيكون ولّع الفحم، وهي الفرن، وكده بنحط الفحم وهي مولّع وجاهز لإنه نحن نحط المندي. طيب نفسي أوصل إن هلأ إحنا إحنا قاعدين بنرفع مستمرين. الفرن شوية وحطينا دجاج زي كده على قديم. وبعدين وين التغطاية الكويسة اللي على الفرن؟ ما غطينا الفرن كويس. المهم حطينا المندي وغطينا الفرن كويس وسكرناه. بس أظن صورت لمّا إحنا شِلنا المندي، شِلناه من جوا الفرن. إن شاء الله باكون صورت وبتشوفوا كيف إحنا غلّفناه كويس. المهم هنا قررت أعمل لهم برضه اليوم شوربة ذرة. وقالوا لي: "يا ماما اعملي لنا شوربة ذرة." برضه زي ما قُلت لكم باحط لتر ونص وحليب، باحط عليها علبة قشطة، وبابهّرها طبعًا بفلفل أسود وملح، باضبّط ملحها، وباحط معلقة سمنة، وباكون مدوبة 4 معالق من الدقيق بكوباية مَيّة، وباحطها معاهم. بس قبل ما أحطها معاهم باحط الذرة نفسه، باحط الذرة وبعدين هنا أنا حطيت الذرة، شكلي مش مصورة والّا إيه؟ مالي اليوم أنا عكس التصوير، مصورة وأنا بامسح بعد ما طرطش هذا وأنا بامسح، فأنا شكلي عكس التصوير. المهم أنا كنت حاطة علبتين الذرة هنا، وهلأ هاحط اللي هو 4 معالق دقيق مدوبة بمَيّة،
أحطها على الحليب والذرة وهخلط لمن يتسبك عندي الخليط ويصير ثك. وهلأ هبدأ أعمل السلطة. طبعا الفتوش، يا فتوش يا تبولة، المهم عملت الفتوش، خس، خيار، طماطم، منزوعة السائل اللي جوا أو منزوعة البذور اللي جواها عشان ما تعمل عندي شوربة سلطة، وبشرة أو أنا ببشر شوية بصل بخلاطة المونونيكس وبحطها. شوفي هنا بفضي برضو البذور اللي جوا وقطعتها وحطيتها جوا. انتوا قولوا لي أنا في كل فيديو لازم أنا أقول الوصفة، ولا انتوا خلاص انتوا بتتابعوني وانتوا بتعرفوا؟ بحس أنا لقيت الفتوش كل مرة أحكي إنه إحنا بننزع، ما بعرف، أنا بقول يلي اللي بتفرج جديد أول مرة يتفرج الفيديو تبعي بيكون هذا أول فيديو فيعرف منه، ما بعرف. المهم هو نعمل الصوص تبع الفتوش اللي هو عصرة ليمونة، خل، دبس رمان، زيت زيتون، ملح وسماق، هنخلطه مع بعض ونحطه على السلطة اللي هو هذا صوص السلطة. وبعدين نقلي خبز وهنحطه فوق السلطة. وهيني هنا بصب الشوربة، هيك الشوربة بتكون ثك ولذيذة بالمرة، وكده بكون خلصت السلطة والشوربة وبنستنى المندي يخلص. وهنا المندي خلص، وشوفوا كيف كده مغلفينه من كل مكان بالقصدير. هينا شايفين كيف وسعنا القصدير بهذا الشكل من كل مكان. طبعا حرارة خرافية، حرارة عالية بالمرة. كده جاهز عندنا المندي. بس كان في غلطة إنه إحنا طولنا عليه، يعني إحنا المفروض نشيله بعد ساعتين، استنينا ساعتين وربع فتقريبا نشف. هو المفروض ساعتين بالضبط جوا المندي عشان يضلوا في طراوة. فالمهم بس طلع لذيذ برضو والنتيجة جميلة، بس إحنا بدنا نجربه تاني مرة إن شاء الله عشان يكون أقل، يكون في طراوة شوية الدجاج. بس كده شايفين كيف الشكل. وكده هينا لما فتحنا الدجاجة هي الخضار اللي جواه. بس قلت لكم إنه هو معطي طعم الفحم أكتر من طعم الخشب. المرة الجاية بنفكر نحط خشب، بدنا نحط خشب ونشوف كيف ممكن يكون الطعم. طبعا الحالة كان اللي أنا سرقته اللي أنا لقطته من المحل كان صراحة لذيذ. المندي كان بشهي وهذا كان بشهي. ويعطينا العافية على اليوم، كان آخر يوم برمضان، وربنا يا رب يتقبل منا كل أعمالنا برمضان. وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، يا رب عيدكم مبارك يا رب. وبس كده بكون خلصت فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد أنا بقدمه. ويلا مع السلامة، إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.